السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل معاكم سمك، وكان معاه كمان اللي هي الاستاكوزا او السمكة اللي هي الجديدة ديت اللي احنا بنشوفها على طول. جبت بقى كده طماطم برضو معاها، قلت نسبكها وانا كمان في المطبخ، بما ان بقى الدنيا كلها حر وكله حر كده، قلت اسبك بقى الطماطم بالمرة. قطعت بصل وقصصت فصين توم قطعتهم، وحطيت عليهم كده طماطمتين برضو، ونزلت بيهم كده بعد ما خدوا تشميع كده شميت ريحتهم. كنت طبعا غاسله دول كده قلت احل بيهم من الدنيا كده مع السمك بتاعي. هو رخيص يا جماعه مش غالي. نزلت بيهم كده بقى هيتشوحوا كده عاملين زي الجمبري بالظبط. بديل الجمبري بالنسبه لنا الجمبري جامبو بقى وحاجات كده قلنا نعمل حاجات كده سريعه وحاجات حلوه مع السمك. نزلت بقى بالاستاكوزاية الصغنونة ديت او السمكة الصغنونة ديت، مش عارفة اسمها بصراحة، بس احنا بنقول عليها استاكوزا. خليها حلوة برضو كده، استاكوزا مشوها استاكوزا. حطيت الطماطم والليمون، حطيت بقى وحطوا عليها توم، شوية كده من الملح، وقلبتها تقليبة حلوة. عندي بقى كده سمك كده حلو وسط كده، مش كبير ومش صغير. مسكت السمك ده بقى كده غسلته غسلة حلوة كده علشان هنضفه. خدته معايا برا عشان يتنضف، وهنا بقى ضفت التوابل بتاعت الأكلة الجميلة التحفة دي. بدأت بقى اللي أنا ننطر فيها كده في الحلة علشان تطيب من فوق، وظبطنا ملحها وغطيت عليها تستوي كده على مهلها كده على شعلة هادية. غطيتها وركنتها على جنب. الطماطم شغالة معايا قلت عايزة نضيف لها حاجة، عايزة تحمر كده حلوة. لقيت طماطم كده حلوة كده وماسكة نفسها وجميلة في السوق، رحت جايباها. عندي بنجرية كده في الفريزر خرطتها برضو هتديها حمرة. وكمان البنجر يا جماعة مفيد يعني، ونطرة كده من السكر عشان الحموضة. طماطم بيبقى فيها نسبة حموضة، قلنا بقى نخليها كده حلوة، وهننطر ده نطرتين علشان برضو نوطي عليها وتبقى انتهت. مسكت السمك نضفته تنظيفة حلوة، فتحته من النص كده خليته زي البانيه، بس المرة دي مش من فوق، من عند الراس. انا عملته كده من الداخل وسبته منقوح شوية. ما سبتش اي فتلة او اي حاجة سمرة يا جماعة فيه. كل حاجة من بره عملتها، والقشور والزعانف، وسبته منقوع كده في مية وملح وليمون وخل والحته كده اللي من عند المرار اللي بتكون طابعه عليها المراره ديت برضه عشان ما تبقاش مره معانا. وديت يا جماعه بنقرمشها كده لما بتكون كده متحمره تحميره حلوه، بيكون طعمها رهيب، فلازم تكون نضيفه معانا. قلت نعمل شويه سلطه برضه، حضرت للسلطه. جبت كام طماطمية كده جامد، قطعت الحتة اللي فوق دهيت علشان بتكون خفيفة، بيدخل فيها أي ديدان أو أي حاجة مش كويسة أو سوسة، فدي بنقطعها يا جماعة. هي بسم الله ما شاء الله ما كانش فيها أي حاجة، بس احنا المستحب اللي احنا نقطعها. نضافة بقى يا جماعة. طبعا هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كانش عندي خيار، فحطيت جرجير وخضرة وبقدونس وشبت وبنجر. خليتها برضو تكون طعمها حلو كده وجميل السلطة. طبعا جيت بقى هنعمل الرز. هننزل كده بمعلقة الزيت او معلقتين من الزيت، معلقة من السكر، هسيبه يتكرمل معايا. وزي ما انتوا شايفين الطماطم برضو شغالة غليان. هنسبك كده حاجة حلوة كده بما ان احنا بقى بنروح الشغل وكده، فالوقت اللي بيكون فيه الشغل، الوقت اللي بيكون عندنا شغل فيه، بنعمل بنطلع ونعمل مكرونة، نعمل طبخة على طول جاهزة. هنعمل بقى هنحمر كده بعد ما اتكرملت معايا معلقة السكر. بنيجي نازلة كده بصلاية صغيرة كده متقطعة خرط صغنونة كده زي السمسم لو قدرتم. شوية كده من الملح. نقلب تقليبة حلوة. بعد ما خد معايا اللون دهوت يا جماعة، هننزل بقى بالمية، وده لون حلو بيدي للرزاية طعم ولون جميل بصراحة. نزلت بقى بالمية ونزلت بالرز واحدة واحدة.
بعد ما يغلي معايا هنغطي عليه ونهوت النار شوية، مش هنوطيها. احط بقى شوية كده من الكمون علشان يدي طعم معايا في الرز. جبت بقى كده ايه هرسة شطة وتوم وكمون كزبرة وبرضو ملح، لو عندكم عصرة من الليمون برضو بتحطوا عليها. قلبتها بقى التقليبة المحترمة علشان نحشي السمك بتاعنا ويتركن معايا، والتتبيلة بتاعته تكون ايه حلوة كده. حطيت بقى الكزبرة اهيت، هرسة الشطة يا جماعة معايا كده ايه كانت خضرة على حمرا اللي انا كنت عاملاها معاكم. والثوم ده المفروم اللي عندي مش من الثوم الجديد، عايزة نخلص دهوت ونبدأ نطلع من الثوم الجديد. واحدة واحدة كده بقى هنحشي السمكية من فوق ومن بره ومن جوه. طبعا احنا مش هنقطعها من بره ولا هنشقها. ليه؟ لانها هي اصلا مقطوعة لغاية الظهر من فوق، واصلها التتبيلة. يعني انا فتحها نصين بسم الله ما شاء الله، التتبيلة واصلها لكل حتة. حتى من بره بنحاول ان انا نعصها كده عشان تكون من كل ناحية، ولسه هتقعد معايا وقت كمان في التتبيلة. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. كان بصراحة السمك ده كان طعم رهيب، وكل ما بنعمله اهوت انا بقول لكم مش هنشقه من هنا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله كان رهيب وجميل. عايزاكم تصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ربنا يطرح في ايدينا البركة ويحسن ما بين ايدينا وايديكم. جبت بقى الطماطم ضربتها كده ضرب محترم كده ومعاها البنجر، وطبعا معلقة السكر علشان تديها طعم، وصفيتها وعبيتها زي ما انتوا شايفين. قلت بقى بالمرة وانا بنعمل الاكل بما اني واقفة على رجلي، ده طبعا كده بيتحط اول ما بيجمد بنبدأ ان انا نقسمها كده بالمعلقة او نغسها كده بالسكينة بالراحة. وجبت معايا بقى كده عملت بقى ايه لولادي برضو حاجة حلوة بالمرة. عملت لهم جبت القشر بتاع البطيخ برضو، ورحت حاطة كده ايه حاجة حلوة كله مع بعضه عشان نعمل لهم جيلاكولا. نحت كده ايه البطيخ القشر بتاعه ده مطلعه الخضار منه وسايبه لون ولون، ورحت جايباه كده في التلاجة ساعتين، وبعد الساعتين عطيت له غلوة على النار، وبعديها فردته صفيته وفردته في الصاج. نزلت بقى كده ايه بالدقيق. كل حاجة عملتها واحدة واحدة مع بعضيها. طبعا الفيديو ده مختلف علشان كل حاجة معمولة لوحديها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا السمكة مفتوحة معايا يا جماعة زي البانيه، والراس دي جميلة خالص في الأكل ما شاء الله، بتبقى خد السمكة رهيب فيها. ولادي كده ايه بيمصمصوا فيها كده وبياكلوها. كل حاجة دلوقتي احنا بنشتريها ايه بنعملها كلها. في ناس بتقطع السمكة، لا احنا بنحب ناكلها. طبعا احنا مطلعين الخياشيم ومطلعين اي حاجة منها ايه مش حلوة، منضفينها. طبعا الدقيق ده اللي كان معايا اللي كنت متبلاه المرة اللي فاتت، حاطه له ملح وفلفل وكزبرة. قلت بقى السمك، صفيت معاكم الجلاكولا زي ما انتوا شايفين. وادي بقى الاستاكوزا، وادي السلطة جهزتها، والسمك بنقلي طلعت اتنين اهوت فاضل كمان. وادي الرز ده ببصلة الجميل، وادي السمك بدأت نطلع فيه بقى ونحمر فيه ونكمل معاكم. بصوا مقرمش ازاي، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. طبعا الصلصة بقى انا وريتها لكم، والجلاكولا هتطلع من الفرن وهنعملها لولادي. يا رب نكون عند حسن ظنكم. ما تنسونيش في الاشتراك